دعوة لمولاتنا فاطمة الزهراء وحبا لها، الصلاة على محمد وآل محمد. تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان وحبا له الثانية بأعلى منها. اللهم صل على محمد. محبة لمولانا أبي طالب الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المغربين المقتولين المبعدين عن الأوطان. صلى الله عليك مولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفاضل كاثلي خدر الله وعلى أختك زينب الهاشمية المسبية الحوراء. ما همني ضيم الليالي، ما همني ضيم الليالي وأتشرد بهوى انتقالي. أبو طالب كافل رسول الله وهنالك كافل مقطوع اليدين وهو كافل خدر الله أبي الفضل العباس. أنا ما متعود أقرأ على أبو فاضل غير ليلة أبو فاضل، بس الموضوع قريب على أبو فاضل وموضوع أبو طالب كافل رسول الله. ما همني ضيم الليالي وأتشرد بهوى انتقالي. اسمعنا بقلبك ذني. لكن مما هاجني وتظل صورته ببالي. يقول هذا الشاعر أنا ما يهزني كل شيء، قلب صلب، بس أكو شغلة حيل تأذيني. لكن مما هاجني وتظل صورته ببالي. نوح الحسين بكربلاء، نوح الرجال على الرجال. نوح الحسين تخيل أبو علوي يبكي على خي. نوح الحسين بجز المكليف. نوح الحسين بكربلاء يا نوح الرجال
على الرجال عباس كبش كتيبتي، يا أخي انظر لحالي أنا مفرد ومن الظمأ يشكو الرضيع، وكل آلي حط يد على خاصرته وتلو يا عباس يا طيب الخو خويا خويا يا خويا أنا ضاري يا خويا انكسرته. أما ذلك القلب قلب زينب أنا ماشي العباس أقل نومك يا خويا مو محل. أنا ماشي العباس أجعد ورتب جفوف فوق زند خويا فوق زنده، وقل الحرم طاحت بشده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين لصاحب الزمان إن شاء الله. طيبوا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا بذكرى وفاة رجل الإيمان وكافل رسول الله وناصره سيدنا ومولانا أبو طالب ابن عبد المطلب، والد أمير المؤمنين وعم رسول الله صلى الله عليه وآله، لذكره ولحبه الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. في الحقيقة الكلام حول أبو طالب نحاول هذه الليلة تكون باعتبار أنه ليلة وفاة، ليلة ذكرى، لا بد من التعرض إليها حتى وين أكملنا الموضوع غدا إن شاء الله. الكلام حول أبو طالب نحاول أن نقدم مقدمة حول الموضوع الذي سوف نذكره، وهو أن كل دعوة في بدايتها إذا كانت هذه الدعوة صعبة وكان التيار الآخر يجرف هذه الدعوة إن وقفت أمامه، بمعنى من المعاني أنه إذا الدعوة بها صعوبة، أي دعوة فيها صعوبة، من الصعب جدا أن تقف لوحدك أمام هذا التيار الجارف. إذا كانت الدعوة صعبة والجهة الثانية أيضا صعبة. الأصعب من ذلك، الأكثر من هذا، إنه إذا كان اللي يوقف بجانبك إلى واجهة اجتماعية، واجهة دينية، بمعنى من المعاني له فاضل على المنطقة على الكذا. غالبا يكونون الذين لديهم واجهة يحتاطون في أي أمر أو إبداء رأي اتجاه دعوة جديدة، حتى لو كانت هذه الدعوة مرات حق، لكن التيار الجارف ضد هذا الأمر من الصعب إبداء الرأي صراحة، من الصعب جدا. فمن ضمن الكلام اللي يريد نتطرق له إن شاء الله اليوم هو بخصوص أبو طالب، باعتبار أن أبو طالب كانت له تلك الواجهة الاجتماعية في تلك المنطقة أي مكة منقطعة النظير مطلقا. يقف مع رجل أول بدايته يلقبونه كاذب شاعر كذا كذا، لكن هو في الحقيقة لدي تلك الصفة التي لا يرى فيها مكانته الاجتماعية أمام الله تعالى. هذه المقدمة طبعا مهمة جدا وعملية أيضا.
إذا أردنا أن نتعرض لهذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي حاولوا بأي طريقة من الطرق أن يصفونه بصفات عديدة بغضا بأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني بعض الأحيان تطلع بعض الدعايات مثلا، لكن هذا الادعاء ليس على وفق الادعاء بما هو ادعاء، وإنما لهدف يراد بذلك الادعاء. المتدينين مو زينين، هو ضايج من الدين، مو شغلة، يعني مو شغلة المتدينين مو زينين. العمامة باطلة مثلا كذا، وما ضايج من العمامة بما هي عمامة، لا، وإنما ضايج لأنه هو في الحقيقة هو أصلا ضايج من القضية الدينية كلها. فشلون يبرر موضوع؟ فلا بد أنه إذا أراد أن يضرب أمير المؤمنين بأي طريقة من الطرق يحاول أن يضرب أبو طالب باعتباره أنه هو والد أمير المؤمنين. أنا بالحقيقة ما أريد أتطرق القضية الموضوع مال كفر أبو طالب، الادعاء ورد هذا الادعاء، لأن في الحقيقة يعني من هوان الدنيا على الله أن يكون أبو طالب ذلك الصديق، ذلك الأمين، ذلك الرجل الذي يعتبر ولي من أولياء الله تعالى أن يقولون عنه مات وهو كافر. ولكن الإشاعات تفعل ما تفعل. الإشاعات إذا أرادوا يشتغلون الواحد بالإشاعات تشتغل الإشاعات، يعني كان هو تنظيم كامل بقيادة المغيرة ابن شعبة المعروف بنصب العداء لآل محمد سلام الله عليهم بأنه ينشر هذه المفردة، وأن أبو طالب ضحضاح في النار. هاي المفردة شايفة؟ ضحضاح في النار ينفخ دماغه في النار. هي العبارة نفسها يكررونها، يسألون الإمام الصادق ويسألون الإمام الرضا ويسألون الإمام الباقر بنفس هاي العبارة. شنو معناتها هاي؟ يعني معناتها إشاعة، نفس العبارة تكرر. لعله نتطرق لهذا الأمر قليلا خلال الكلام. إذا أردنا نتكلم حول أبو طالب، الكلام يكون حول أبو طالب ما هي، انطلاقا من هذا السؤال، ما هي الأدوار التي كان مكلف بها أبو طالب؟ ما هو دوره؟ شنو دور أبو طالب؟ شنو الشغل اللي يشتغله أبو طالب؟ ما هو العمل الذي عمله أبو طالب؟ طبعا بالأخص أولياء العزم، بالأخص الأئمة سلام الله عليهم، بالخصوص سيد الشهداء وصاحب الزمان، هنالك رجال ونساء منتظرون إليهم ولهم أدوار. نبي الله موسى أكواد من انتظرته كانت، ولذلك أحداث صارت أول طفولته. نبي الله محمد، اللهم صل على محمد، كذلك يوجد من ينتظره وسيد الانتظار خديجة وأبو طالب، في الحقيقة المنتظرون الحقيقيون لرسول الله. الإمام الحسين سلام الله عليه وواضح الذين كانوا ينتظرون يوم كربلاء، المنتظرون لصاحب الزمان، وهو بالحقيقة مرتكز الانتظار هو لصاحب الزمان. ما هي الأدوار التي قام بها أبو طالب؟ نستطيع أن نقسم لأبو طالب دورين. الدور الأول هسه نتكلم به، الدور الثاني ينقسم أيضا إلى قسمين، بس إن شاء الله ما نطول بعون الله تعالى. الدور الأول لأبو طالب، ما هو دور أبو طالب؟ أول شيء الدور الذي يكون لأبي طالب هو الدور الديني بخطة أمنية دقيقة جدا، دور ديني. والدور الآخر سنتكلم به. ما هو الدور الديني الذي كان يعمله أبو طالب؟ ببساطة شديدة، أبو طالب كان يمثل في المنطقة التي جاء بها رسول الله مكة، يمثل له واجهة اجتماعية. الذين هم بالضد من رسول الله يمنع منعا باتا لرسول الله أن يتكلم، يمنع منعا باتا أن تكون هنالك لغة حوار ما بين رسول الله والمشركين مطلقا. يعني بمعنى من المعاني رسول الله يعني ما إلى مجال إطلاقا أنه يتكلم مطلقا، ماكو مجال.
الدور الذي كان يعمله أبو طالب بواجهته الاجتماعية هو إعطاء المجال لرسول الله وتهيئة أرض لرسول الله لكي يوصل كلامه رسول الله إلى المنطقة، بالأخص الضعفاء. يعني مثلا أقرب لك الموضوع أكثر، ولذلك هذا السبب اللي صار أكو مجال لأبو طالب أنه يتهم بالكفر، أكو مجال. يعني بعضهم انطوت عليهم هاي السالفة، بس الخطة اللي كان راسمها أبو طالب على ضوء القضية الدينية، على ضوء القضية الدينية، أنا ما له علاقة، بس خل نشوف رسول الله شو يسولف. يعني راح أوصف لك الأمر أكثر. شايف مرات من يصير نقاش عقائدي، أنتم وياي إخوان إن شاء الله؟ شايف من يصير نقاش عقائدي ما بين مثلا السنة وواحد شيعي، سنة وواحد شيعي، اكو واحد مذيع يقعد بالنص، عود هو شنو؟ عود هو ما يميل لا لهذوله ولا لهذوله، بس هو مثلا على سبيل المثال هو سني. هاي لفظة السنة بها هواي كلام، بس معنى من المعاني عامة عرفا. هذا اللي هو من المذهب الآخر، هو يعتبر نفسه معتدل، ما له علاقة، بس هو بالحقيقة يميل علما. السؤال الصعب يسأله علما، يعطي مجال وقت أكثر علما، يخلي لغة الحوار الذيك الجهة أكثر، بس هو بالحقيقة ما له هاي القضية، بس هو شو يقول أنا ما له علاقة بهذا الأمر. بمعنى من المعاني أبو طالب كان مثلا يحط له مجلس يقعد بنص الوادم، ما حد يقدر يسولف. أبو طالب بعد يعني أبو علي يعني واضحة جدا، واحد يقدر يسولف ما يسولف. فأبو طالب يقعد، يجي رسول الله ما له مجال يسولف أبدا. يجي أبو طالب يقول له يا ابن أخي، قال بلى يا عم، أتدعي أنت رسول الله؟ أنت مو تقول أنا رسول الله؟ شوف الشغل، أنت تقول رسول الله، يعني معنى من المعاني كأنه ماشيين أبو طالب إيش بيه؟ ما له علاقة. هذا هو هذا النظام. فقال مؤمن من آل فرعون، مضمون الآية يقول لهم خلينا نشوف ايش يسولف. هو مؤمن بس ما يبين، يكتم إيمانه. هو نفس هذا الدور اللي كان يتخذه أبو طالب بالحركة الدينية اللي بداها أبو طالب بخطة دقيقة جدا، عبرت على هواي وادم، ولحد الآن قاعد تعبر هاي الطريقة باتهام بعض علمائنا بالكفر لحد الآن. هسه راح أشير هاي النقطة مهمة جدا، هاي النقطة. فمن يجي أبو طالب قال له أنت رسول الله؟ ماكو مجال رسول الله يسولف. اخواني يعني يكون واقعيين. رسول الله اول ما عزم ذول اللعناء عزمهم وجابهم وسوالهم وليمه واكلوا، والنوبه امير المؤمنين سقاهم باللبن، قال لهم انا رسول الله. وهذا يقول الله يضحكون علي، انت ايش قاعد تسولف؟ فتغطرسه. يعني ماكو مجال اطلاقا السولف، مطلقا السولف مثلا بالدعوه مالتك. ابو طالب يجي قال له يا محمد يا ابن أخي أنت تقول أنا رسول؟ قال لا بلا يا عم. خلاله مجال يسولف، يطلق النور اللي بقلبه، يطلق النور اللي عنده، ينطلق الكلام اللي عنده، الأرضية اللي كان مهيئها إله بالدرجة الأولى أبو طالب. هذا مهم الدور لأبو طالب، جدا ضروري الالتفات إليه. فقال لا نعم. قال شوف التهيئة، قال لكل نبي، انت مو تقول انا نبي زين، لكل نبي معجزه، فما هي معجزتك؟ تقدر تسوي لنا معجزه؟ بعد مثل ما يقول شنو، انت شايف لك مثلا اكو بعض الاخوه ما عنده مجال، مثلا هو عنده يقرا هو حلو صوته، بس هو ما عنده مجال مثلا يقول له اقرا كذا، فواحد يهيئ له يقول له انت مو تقرا، فهو قبل شيء يقول له ايه انا اقرا وكذا، ما يعطونه مجال مثل يسولف. واحد وصدق ما يعطونه مجال. معنى من المعاني، معنى هذا تقريبيات المعاني ذن على متصل الفكرة اللي كان الجو الموجود في مكة ودور أبو طالب لهذا الأمر. وأنا أحاول أنه أركز على هذا الدور أكثر من الدور الثاني اللي هو معروف، غالبا معروف هذا الدور أنه الحماية الجسدية وكذا، بس هذا الدور دقيق أنه تهيئة الأرضية لأبو. فقال لا أنت عندك تقدر تسوي لنا معجزة؟ قال بلا يا عم. قال له شو تريد انت من معجزه؟ قال له رسول الله انظر الى هذه الشجره. يقول نظر اليها، الوادم هاي قاعده كلها بسطاء والكذا، وهذول على مود يسمعون، هذولك خلي شيء ما يسمع، خلي ما يسمع. هاي البسطاء غير يسمعهم.
هاي شجرة، قال لا قل لها يقول لك محمد بن عبد الله انقسمي إلى نصفين وتعالي. بعد اخترق منظومتهم كلها ببركة من؟ بركة أبو طالب. فقال لها يا شجرة يقول لك محمد بن عبد الله انقسمي إلى نصفين وتعالي إلي. يقول فقال لها يقول لك أبو طالب فيقول لك محمد بن عبد الله انقسمي إلى نصفين وتعالي إلي. يقول فانقسمت الشجرة نصفين وأتت إليهم. اللهم صل على فاطمة الزهراء. محل الشاهد من نريد نقف على هذا الأمر، أنه تهيئة الظروف الأرضية للغة الحوار كان، ولذلك صارت أنه بهذين المواقف المتكررة اللي يجول ياخذ له جولة حول الروايات الواردة بأبو طالب يطلع بهاي النتيجة، بس ياخذ له حكايتين ويمشي. هذا ما له علاقة به. أهل البيت يقولون قراء، هذا قراء، كلما ازداد علما ازداد كبرا، ياخذ له حكايتين يظل يهوس بهن. يختلف هذا. محل الشاهد اللي غير من توصل راح تعرف انه ابو طالب ليش اتهم بهذه الطريقة، ليش غالبا يركزون على بعض العلماء اللي يريدون يهيئون فد أرض واسعة للغة الحوار لإيصال كلام أهل البيت وحجج أهل البيت للأعداء الموجودين، للمغفلين من الطوائف الأخرى. فشي يصعد لك واحد، يصعد واحد قناة همينة وباسم الزهراء وباسم أهل البيت. شنو والله ذولا كفر، هذا العالم المفيد كافر، الطوسي كافر، والصدوق كافر، شاياه ذولا كلهم كفر، شاياه والزين بعد. قال والله ذولا أعداء أهل البيت، ذولا ما ظاهرين الوضع كله. والله لو يدري شلون يشتغلون شغل اختلف الحكي. هذا فد واحد سريعا، فد واحد يقول احنا التمينا علماء السنة، موجود هاي باليوتيوب، يعني هو ينقلها عن نفسه. يقول التمينا علماء السنة جميعا، قلنا احنا شلون نقدر نضرب التشيع، اذا قلنا نضرب التشيع شلون نريد نضربه. يقول فالتمينا كل احنا قلنا الطريقة الأولى لضرب التشيع هي ضرب علماء التشيع، نضرب نطق العلماء مالتهم. يقول اختارينا رأس على مود تعرف الوادم ليش ملتفت لهذا الرجال. ترى اللي يلتفتون عليه هواي مو خوشه وادم، يعني كواك. ترى كون واقعيين. دائما اذا تشوفك واحد هو ملتم عليه الوادم كلها ضده، بس دول ضده ترى هم مو يم السالفه، يعني عنده شيء هذا سالفتي. فمن يريد يشير لهذا الامر، فقال احنا اختارينا يعني فد راس للتشيع. قلنا الشيخ المفيد راس بالتشيع قوي، يعتمدون عليه الشيعة كذا. على ما نشوف ليش الآن يركزون على الشيخ المفيد، يقولون ألف التشيع. الله حقيقة جهل عجيب يعني. فقال اختارينا الشيخ المفيد. يقول قلت لهم أنا الذي أتولى تسقيط الشيخ المفيد، أنا اللي أتولى. يقول فقرأت له 20 مجلدا، بدأت بالإرشاد وانتهيت بالمقنعة. بديت بالإرشاد وخلصت بالمقنعة. 20 مجلد يقول خلصت مال الشيخ المفيد على مود أريد علي. يقول فلما أكملت 20 مجلدا أعلنت تشيعي وانتميت إلى مذهب التشيع. على مود واحد يعرف ليش ذولا هيج قاعد يركزون عليهم. غيور يلفظ الفاظ نابية على المنبر. غيور شنو غيور؟ وما الناصب الحرب علينا بأشد من الذي يقول ما نكره. شغلات احنا ما نريد هيك، مو بهيك. طبعا خاف واحد يقول والله يعني ما نلعن أعداء البيت، لا خطأ، مو هيك، بس مو بهيك طريقة. فالآن مشتغلينهم يعني علماءنا وين النخبة مشتغليهم كفرة، ما عندنا مجال أصلا. قبل كافر يقول ياخذ له حكايتين من الكتاب ويعوفه. والله لقيت بعض الأحيان هو الكتاب أصلا مخصص في الدفاع عن السيدة الزهراء سلام الله عليها، ياخذ عبارة من هذا الكتاب ويسقط العالم في ضوء شنو؟ ضوء أنه هذا عدو السيدة الزهراء. محل الشاهد أبو طالب إذا أريد، وتلك الأيام نداولها
إذا الواحد ما يعرف يعني هاي الآية لابد أنه يقرأ وتلك الأيام نداولها، يعني رجح النفس، إن السوالف القديمة نفس نغتنا هسه، فيعيش القرآن الإنسان بما هو موجود. فأهم دور لأبو طالب هو تهيئة الأرضية الدينية من خلال واجهته الاجتماعية. أنا بالدين ما له علاقة، يقول له مثلا أنا هو متدين أنا ما له علاقة ظاهرا، بس بالطريق اللي يختلف لا، يعني واقعا يكتم إيمانه. ولذلك ورد نصوص أنه كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه. هذا الدور الأول. الدور الأول لأبو طالب اللي هو تهيئة الأرضية لكلام لرسول الله، أنه يطرح كلام رسول الله. الدور الثاني كما هو معروف، الدور الثاني أقسمه قسمين. القسم الأول اللي يركز عليه، القسم الثاني يعني هو معروف اللي هو الحماية الجسدية على المشركين، من المشركين عفوا. القسم الأول اللي هو اللي يقوم به أبو طالب، الدور اللي يقوم به أبو طالب هو الحماية الجسدية لرسول الله من اليهود. من اليهود مخطط. إذا رجعنا إلى التاريخ وقرأنا التاريخ قراءة واقعية نجد أن اليهود يركزون، والله كارثة هاي، يركزون على اغتيال الجد السابع لرسول الله. شنو؟ الجد السابع لرسول الله، لأنهم يعلمون وإتهم مواصفات دقيقة لاغتيال رسول الله. قالوا إحنا نقتل جده على مود ما يجي رسول الله. موجودة، اللي يريد يراجع موجودة. يعني قصص كاملة، تاريخ يقرأ القصص الكاملة في اغتيال الجد السابع لرسول الله. النوبة ينتقلون للجد السادس لرسول الله، والنوبة ينتقلون للجد الخامس لرسول الله، إلى أن يصلون إلى عبد المطلب واغتياله بأي طريقة من الطرق. معروف عبد المطلب ترى مقام عالي، يعني عبد المطلب يوم عبد المطلب على فراش المنية، على فراش المنية عبد المطلب يقولوا تم ولده جميعا. يقول عبد المطلب مهموم على مود نشوف هذول شنو مقامهم ذولا على فراش المنية. وكان لرسول الله 8 سنوات، عمره 8 سنوات. فقال من يكفل محمد بعدي؟ يا ليكفل رسول الله، فإن أمره قد أهمني، هامني أمره. يقول فقام أبو لهب وقال أنا أكفل محمد، يقول فقال له كف محمد شرك، خلي بس يتشفى شرك محمد، أوفى ماك علاقة انت. شنو معناته؟ رسول الله 8 سنوات، لا ما يدري أبو طالب، ما يدري أنه هذا رسول الله، ما يدري. من الطامة الكبرى يعني هيك يصل الفهم. وقام إليه العباس عم النبي وقال أنا أكفل محمد. قال أنت تغضب فلعلك تؤذي، تخاف تأذيه، يعني مرات الضوج خاف تأذيه، لو تصيح بوجهه لو كذا، فأنا ما. يقول فقام أبو طالب وقال أنا أكفل محمد. قال أنت لها يا أبو طالب، أنت لها. أبو طالب كان من إدارة رسول الله وهو صغير. يقول شوف التهيئة يا أخي، والله تهيئة عجيبة. يقول يجي أبو طالب يقول يضع درهما على لرسول الله، ثم يلبسه ملابس جيدة، ثم يرش التمر تحت رسول الله ويقول للأطفال خذوه من تحت محمد، خذوه من جوا رجلين رسول الله. شوف هاي الطرق اللي شنو تحبيب هذا الجيل أصلا لرسول الله. والله اللي يشتغل صح ما يتيه هذول الأطفال ويهيئهم الصاحب الزمان، اللي يفهم أن الأرضية هي بالأطفال، الاهتمام بالأطفال لتهيئتهم لصاحب الزمان. هذا شغل أبو طالب. بس أنا واي معانا كلامه هواي. فمن نقول إنه اليهود لحد الآن يغفل الكثير عن المخطط الذين يقومونه اليهود لقتل صاحب الزمان.
لحد الآن الناس لا زالت ترى أن اليهود ليسوا أعداء لأهل البيت سلام الله عليهم، يوادون من حاد الله. يقول لا تجد في المؤمنين من يواد من حاد الله ورسوله. يهود ولتجدن أشد الناس، القرآن يخبر إخبار واقعي وصريح، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. شنو السعودية، شنو قطر، شنو ذولا هيك، ذولا هيك ترى، يعني بنقول هيك يعني صدق أعداء، بس مو بذاك المستوى الموجود. ولحد الآن التركيز هسه حتى من نريد مثلا نسولف على أبو طالب نقول إن حامى رسول الله من قريش. قريش يعني قريش مطيهم على ابن أبي طالب وكفي الأمر همين، بس الحماية من الرصد اليهودي الذي كان يخطط لرسول الله. الاغتيال قلنا من الجد السابع لرسول الله، لاختيار رسول الله. هذا رسول الله اجى شلون يشتغلون عليه، على مود نعرف محاولات اختيار رسول الله أكثر من كذا عشرات المرات. حاولوا اختيار رسول الله بالسم بالسيف بكثير من الأمور. وخلى أقول لك شغلة همينة، واختيار رسول الله اللي صار وقتل رسول الله هو بتخطيط من اليهود، واغتياله من بيته على يد زوجته، بس التخطيط يهودي. التخطيط لقتل سيد الشهداء يهودي، التخطيط لقتل الإمام الكاظم يهودي. ذولا ألعاب أمية، ذولاك أبو بكر وعمر وعثمان وبني أمية وبني العباس، ألعاب صغيرة بيد اليهود. والآن هؤلاء الموجودين الذين يشغلوننا بهم هم ألعاب صغيرة بيد اليهود المتمثلين الآن إسرائيل، أمريكا، وش يتعبانها عبانها. أنا مش يعني مو واضحة، لابد إنه الإنسان يفهم أن هذا مخطط عليه. فالشيء اللي كان من قبل أبو طالب هو حماية رسول الله من قبل اليهود. ولذلك قال له أنت يلتقون وياه بعض القسيسين، أكو مسيح جيدين، يقول من علامتهم الجيدة. طبعا إذا واحد هم غادي يعرف روحه أنه شوية وضعيته جيدة، يقول إذا ذكروا بالحق يبكي، وحتى لو بعيد يقول من يذكرون بالحق يبكي. وهذا البكاء يوصله إلى الإيمان، إلى التصديق، إلى الوقوف مع الحق، إلى يعني أموره تترتب شيئا فشيئا إذا كان عنده حال المعنوي. فيقول ذولا كانوا يوصون أبو طالب، يقولوا له دير بالك على رسول الله من قبل اليهود. هو اليهود كان واحد ينتظر رسول الله ويطلب من الله أنه يرى أحد أولياء الله. يقول فلما رأى أبو طالب قال له، أنا نعرف هاي مقام أبو طالب شوية، قال له تبدأ العبارة، قال له أنا طلبت من الله سنين أن يريني وليا له، ها وقد أراني. يعني هو أبو طالب أطلب من الله أنه يشوفني ولي، والآن شوفني إياك. طبعا هسه القصة أمينة طويلة مو محل شاهد ذكرها. ذلك أبو طالب من يريد يسولف عنه أهل البيت سلام الله عليهم يقول لو وزنه إيمان الخلق، وذولا كم يجون يقول له يقولون سيدي، يجونا جماعة إشاعة يقولون بأن أبو طالب ضحضاح في النار. شوف إشاعة هاي الشغل مال الإشاعات. فقال ويحك لو قيس إيمان الخلق في كفه وإيمان أبو طالب في كفه لرجح إيمان أبو طالب. هذول الدائرة الاصطفائية الثانية المتمثلة بأبي طالب، السيدة خديجة، السيدة العقيلة، أبو الفضل العباس، القاسم ابن الإمام الكاظم، السيدة نرجس، مولانا علي الأكبر. هذول دائرة اصطفائية ثانية وعبارة عن مناهج عملية لتقريب الناس إلى أهل البيت الذين هم دائرة الاصطفائية الأولى. على مود يتوجهون إلى الدائرة الاصطفائية الأولى، يعطيك وقائع عملية
بالارتباط بأهل البيت. انظر إلى أم البنين، هذه الدائرة الاصطفائية الثانية، يعطيه دائرة اصطفائية ثانية. هاي الدائرة تعلم الإنسان شلون ترتبط هناك، تعلم طريق العداوة، العداء لأعداء الله، الولاء لأولياء الله. وذلك أبو طالب كان شديد جدا في الحفاظ على رسول الله. شوف حتى من يصلي يشوف أمير المؤمنين يصلي خلفه، يقول لجعفر، يقول له أكمل جناح رسول الله، كمل جناح رسول الله، صلي معه. يقولوا يقعدون اثنينهم يصلون صلاة الجماعة. هيك يعني خاف علي من أي شيء. أما أمير المؤمنين جعلوه مرافقا إليه، وين ما يمشي. 10 سنوات كان عمر أمير المؤمنين، 10 سنوات يرافق رسول الله، بس يقدر يوصل واحد لرسول الله مطلقا. يقولون الأطفال إذا شافوا أمير المؤمنين خلف رسول الله يقولون نقاف، يقولوا له فلان علي خلف رسول الله، رجعوا شوفونا وحده. لا، لأن رسول الله لم يكن مكلفا بالدفاع عن نفسه جسديا مطلقا. يعني مو معناها مثلا قلة برسول الله، لا، التكليف كان لأمير المؤمنين سلام الله عليه. الدور الأول اللي هو هذا اللي يريد نتكلم به، هو أنه الدور الأول هو حماية رسول الله من قبل مخطط اليهود الذين يريدون أن يغتالون رسول الله. الأمر الثاني اللي هو المعروف طبعا، أنه حماية رسول الله من قبل قريش. أيضا كانوا يحاولون أن يؤذون رسول الله بأي طريقة من الطرق، يحاولون أن يقتلون رسول الله بأي طريقة، يعني فد أحداث متعددة لقتل رسول الله صارت. فأبو طالب كان أيضا هو مرتكز الحماية لرسول الله. في يوم من الأيام أنه رسول الله راح يصلي في الكعبة المشرفة، فيقول اثنين قعدوا وقالوا اليوم لابد أن نخرب صلاة محمد، لابد أن نخرب صلاة رسول الله. يقول وهو يصلي رسول الله، وذول جماعة أيضا اتفقوا، وذول الاثنين اللي هم قاموا وحدهم. يقول طبعا الموقف حقيقة صعب جدا. يقول فذول راحوا مرتكز نفايات، مكان مال نفايات، يقولوا بطن مال بقر موجود، كان موجود بيه. بعد انت شايف هذا البطن، شايفه شلون مؤذي جدا. يقول شقوه، جابوه شقوه. يقول وأتوا به إلى رسول الله وهو يصلي، فجاءوا به وقذفوه على رأس رسول الله. يقول على رأس رسول الله، على مود واحد يعرف هذا الدين ترى هيك اجي، على مود واحد يعرف من يصيرن شغلتين يصيرن قدامه، ومنها حكاية رسول الله ومنها حكاية الشيطان. على مود يعرف يعتز بهذا الدين، على مود ما يفرط بهذا الدين، على مود يشوف هيك عطاءات أعطى رسول الله، هيك عطاءات أعطوا أهل البيت سلام الله عليهم، على مود ما يخلص لهث وراء هذه الدنيا. هيك أهل البيت على مود يوصلون كلمة لا إله إلا الله، على مود يوصلون تعاليم الدين إلنا. هيك هذا اللي ينطوا لما كان رسول الله هيك يقذفون عليه هاي النفايات، أو هذا الفعل اللي فعلوه برسول الله قدام الناس. هذا مكان رسول الله. يقول له أنت بالعرش محدق، أنت مكانك مو هنا، بس منينا على الوادم برحمة الله تعالى. يقول فتألم رسول الله ورجع إلى أبو طالب، فقال له أبو طالب من فعل بك هذا يا ابن أخي؟ وقام كالمغضب غضبان. شو سوى بك هذا؟ غيور على غربة إمام زمانه، غيور عما يفعل بإمام زمانه. كل مخطط الآن والله هو سهم بقلب صاحب الزمان. لازم كان غيور على إمام زمانه، يتألم إذا انصاب هذا الدين. من فعل بك هذا يا ابن أخي؟ يا سوى بك هذا الشيء؟ قال في مكة في الكعبة هناك سووا بي هذا الشيء. يقول فقام أبو طالب شهر سيفه، يقول وأخذ رسول الله ووقف بوسطهم، قال من فعل بك هذا؟ يا وسوى بك هذا الشيء؟ فقال له هذا الذي فعل بي هذا. يقول فأخذه من تلابيبه أبو طالب، يقول هيك أخذه من تلابيبه
ثم ضربه بالأرض على أنفه وسحبه في داخل الكعبة، سحبه حتى كسر أنفه. يقول كسر أنفه، وقال: من يجرؤ على ضرب محمد؟ من يجرؤ على الوصول إلى محمد؟ يقول ما حد حكي. يعني ترى مرات يعني بعض الأحيان الدين مرات يحتاج هيك ناس حقيقة. مرات أبو طالب من اشتغل من محرك ديني، معنى من المعاني. فالأدوار التي كانت لأبو طالب اليوم إن شاء الله على ود ما نطير، الأدوار التي كانت لأبو طالب دور من يجي حامى رسول الله جسدين، ما يقول أحامى رسول الله على ضوء الرسالة، لا، يقول له أنا أحامى رسول الله على ضوء أنه هو ابن أخوي. شوف الشغل. بس التفت لي لهذا العمل، التفت لي لهذا التخطيط. من توصل للرسالة خل نشوف ايش يقول. فهيأ للأمور. ولذلك عندما مات أبو طالب قال الله على لسان جبرائيل لرسول الله: اخرج من مكة فلا حامي لك بها. حامي لك بعد ماكو. أبو طالب وراح بعد حامي. يقول من أهم أسباب هجرة رسول الله هي ذهاب أبو طالب. حماية بعد، مثل ما يقول حماية مادية وكذلك معنوية لرسول الله ما موجودة بعد في مكة. فنشر الرسالة من الصعب يكون، فلا بد أنه تهاجر من مكة. وكذلك التضييق اللي صار على رسول الله. فأدوار أبو طالب في الحقيقة كثيرة. حر قلبي لذلك الغريب الذي بقى وحيدا لا ناصرا ولا معين. أبو طالب مولاي يا أبو طالب، حاميت رسول الله، حاميت رسول الله، دافعت عن رسول الله، قلت من يجرؤ على الوصول إلى رسول الله، ولم يتكلم أحد ولم يجرؤ أحدا على رسول الله. مولاي يا أبو طالب أنت غيور، أنت أبو غيرة، أنت أبو أمير المؤمنين. كيف بك إذا رأيت حسينا وهو يجود بنفسه ما بين العدا، ذلك يضربه بحجارة، ذلك يضربه بعصا، ذلك يضربه بالسيف، ذلك يضربه بالرمح، وهو ينادي: ألا من ناصر ينصرني، ألا من ذاب يذب عني. هذا الحسين يا دار العسكر على حسين يا حيف، نازل بالرماح وناس بالسيف. متعيني يا ابويا. يا يقول زينب ما اجت اخبار من الحسين. واحد يقول الحسين طقوا، واحد يقول الحسين ذبحوه، وزينب صار الليل عليه. قالت جدا يا رسول الله وحمزة وجعفر ويلكم بني هاشم أمزل لي يا اخ واطبق الغروب وما ادري اخي وقع يا صوم. اخوي وين؟ اخذ اشوفه شنو حاله. وما ادري اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي وقع يا صوب يا صوب. يقولون وسط القلب مصيوب، يقولون وسط القلب مصيوب، يقولون ظل عار بلا ثوب، يقولون حاله حاله يفت القلوب. زينب وصلت للحسين وقالت أباوع للجثث كلها مطاعين، تقول كلها على الظهر لومة 70، لهناك أو لمحتب طرف العين، أنا الوحيد على الوجه بقلوب الحسين.
بس الحسين مقلوب على وجهه. خويا زينب شنو جابك بهذا الليل؟ قالت الخوة جابتني وجيتك خويا وردة خلص الليل يمك خويا شلون اشبقك وانت صاير حتى لبصفك يلجمك. شبيه الحسين؟ قالت خويا انت عاري عاري عاري، والله العاري يكسر الخاطر وصعبة هاي الحكاية حيل. انت عاري شلون استرك بس عبات وداعت امك وداعت امك. خويا حرت حط الرمل فوقك مدرى لم عليك دمك. خلنا نذكر الزهراء خلنا نذكر الزهراء. أدارت بطرفها إلى فاطمة يما 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 يا محسن يما تعالي يما تعالي تعالي وشوف كربلاء سوت بحالي يما حالي حال الغريبة بغير والي والي. شلون قلب والده وتجي لبنيها وهذا ابنها مقطع الحسين بعد. قالت يما مو بعيدة انا يمك يا يما مو بعيدة يما مو بعيدة وانا شفت حسين من حزة وريد. قعدت يم وليتها فاطمة شافت الحسين يقول الزهراء تشيل جسد الحسين من جهة توقع الجهة الأخرى. آخ يما يما منين ما أشيله منين ما أشيله ابني يطيح مني منين ما أشيله يما منين ما اشيله ولا بي اسنده ولا تجيله. قول انا ما بي حيل يما اتشيلك يما كسر خاطر عزاك يما يما صار بيك فطر قلبي. تحاكي فاطمه يما حاج امك يا بعد امك ضلوعك يا رضاها وقيل لي من خذا وزينب يا راح وياها. بعد فاطمة عندها دير ويا الحسين لازم يحكي وياها لأن من قعد على صدر فاطمة وقال لها أماه فاطمة كلميني. فاطمة طلعت يديها من الكفن واحتضنت الحسين. أين أنا الحسين كوني يرد على أم فاطمة قال يما الحمد لله على كل شو صار وخانت كربلاء بينا. يا يما يا يما يا يما وكتلة والعباس يا يما وطقة وسكين. حول ولا